بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض كوليه من سلاسل الألمونيا، وهنستخدم معانا اللولي الابيض. طيب ايه هي الادوات اللي احنا هنحتاجها عشان ننفذ الموديل ده؟ اول حاجه هنحتاج سلسله ألمونيا المقاس الكبير. هنحتاج سلسله من الألمونيا المقاس الاصغر بالشكل ده. تمام. هنحتاج عقد من اللولي. هنحتاج سلسلة صغيرة بالشكل ده. تمام. هنحتاج واير ذهبي. هنحتاج مسطرة، طبعا هنقيس عليها المقاس. هنحتاج معانا قفل ستوبر وستوبر، طبعا هنقفل بيه الستوبر. وهنحتاج معانا لعبتين ذهبي بالشكل ده، فراشة ده. وممكن نحتاج برضو شكل كمان، فممكن نستخدم الشكل ده اللي هو القفل مع المفتاح بتاعه شكله حلو. تمام. وهنحتاج معانا قفل. تمام. طبعا هنحتاج معانا الادوات بتاعتنا اللي هي الزرد، القصافة، والزردة او الزردية الناعمة، والزردية اللي هي المبرومة. طيب هنبدأ نعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب الواير. تمام. هنبدأ نعمل اللولي معانا في الواير. تمام. هنعمل قطعة من اللولي مقاسها 26 سنتي. تمام. احنا عايزين 26 سنتي. هنعمل المقاس الاول. الثلاث ادوار من الكوليه هيبقوا 3 ادوار. الدور الاول هيبقى 45 سنتي، او ممكن نقلله ونخليها 43 سنتي عشان القطعه بتاع اللي احنا هنحطها فيها قفل نازل هياخد مسافه، فاحنا ممكن نديله 2 سنتي يبقى نعملها 43. والجزء اللي وراه هتبقى 50. 43 الجزء اللي وراه هتبقى 55، والجزء الاخير من الادوار هيبقى 65. يبقى احنا نعمل 43 و55 و65، ده الثلاث ادوار. تمام. قللنا في الدور الاولاني 2 سنتي، بحيث ان احنا عندنا اللعبه اللي معانا فيها مفتاح، والمفتاح واخد مسافه، فاحنا بنوسع 2 سنتي ليه بحيث ان هو يبقى باين. تمام. هنعمل من اللولي 26 سنتي. نبدأ نقيس. تمام. كده لسه 24. كده 26. نبدأ نقفل. تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب غطا الاستوبر، نحطه معانا في الواير. بعد كده هنحط الاستوبر. تمام. نجيبه على الطرف معانا. سيب مسافة سنتي. نبدأ نقفل الاستوبر. تمام.
نقفل غطا الاستوبر. نبدأ نقص القطعة الزيادة من الواير. تمام بالشكل ده. الناحية التانية هنقص نسيب مسافة. تمام. بعد كده هنحط الغطا الاستوبر، وهنحط الاستوبر. تمام اهو بالشكل ده. نبدأ نزنق كده على اللولي بحيث ان هو ميبقاش فيه حاجة من الواير باينة. هنبدأ نقفل الجزء ده الاول، نقفل الاستوبر. تمام، ونقفل عليه غطا الاستوبر. تمام، نقفلها بايدينا الاول وبعدين نكمل بالزرادية بالشكل ده. ممكن نعدي الاستوبر، ممكن نعديه ممكن نعدي الواير في الاستوبر وغطا الاستوبر، او ممكن نعمله كده، ده ينفع وده ينفع. تمام بقى بالشكل ده. تمام، ده قطعة اللولي اللي احنا عملناها. ده مقاسها 26 سنتي. هنكون احنا القطع هنكون عايزين لها قطع زيها 26 سنتي من اللي هو الشكل السلسلة ده. هنبقى عايزين منها 26 سنتي قدها. تمام اهي. بعد كده هنجيب زردة، نفتح الزردة. تمام، وهنبدأ نثبت فيه الجزء ده والجزء اللي هو فيه اللولي. تمام، وهنحط معانا اللعبة بتاعتنا اللي هي الشكل ده. تمام، نبدأ نقفل. الزردة بتاعتنا طبعا لو فيها فراغ نقفل كويس، نقفلها كويس. تمام، هيبقى معانا العقد او الشكل اللي هو الدور التاني بالشكل ده. تمام، اللي هو ده اللي هو هيبقى الدور التاني من السلسلة، الثلاث ادوار او الكوليه، الثلاثة دور اللي احنا هنعمله. هنعمل بعد كده طبعا ده الدور اللي هو التاني اللي احنا قلنا هيبقى حوالي 55 سنتي. الدور الاولاني اللي هي السلسلة اللي هي الصغيرة دي هتبقى حوالي 43 سنتي. تمام، احنا كنا هنحط ده هنا، فاحنا هنبدله هنا ونحط تحت اللي هي الفراشة بالشكل ده. تمام، نبدله نطلعه في اللي هو السلسلة الدور الواحد، بحيث ان احنا سايبين له مسافة عشان هو في مفتاح نازل منه. هنحط هنا الفراشة. تمام، هنجيب زردة نبدأ نثبت الجزء ده من الفراشة هنا في الحلقة. نقفل الحلقة.
تمام. ده الجزء اللي هو الفراشة بالشكل ده. بعد كده هنجيب الجزء اللي هو التاني اللي هو السلسلة الصغيرة، هتبقى هنا في الدور ده. هنركبها الأول، هنثبتها الأول، بعدين نحط فيها الجزء اللي هو فيه المفتاح ده، لأن احنا عاملينها 43 سنتي بحيث ان يبقى فيه مسافة 2 سنتي للمفتاح والقفل. تمام. وهيبقى الدور الأخير السلسلة اللي احنا قلنا عليها اللي هي السلسلة الكبيرة، احنا قصيناها 65 سنتي عشان يبقى بالشكل ده. تمام. يبقى معانا بالشكل ده. هنبدأ نثبت. هنجيب زردة. تمام. نفتح الزردة. طبعا السلسلة العريضة دي هنحط فيها زردة الأول بحيث ان هي تبقى تسهل علينا نثبت فيها الأجزاء التانية، السلسلتين التانيين مع زردة تانية. فاحنا بنحط زردة الأول فيها. تمام. وفي الناحية التانية. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ هنجيب زردة تانية برضو. هنبدأ نثبت بقى السلاسل مع بعضها من كل جنب. تمام. فاحنا نفتح الزردة. هنبدأ من الجزء ده، هناخد السلسلة اللي هي الكبيرة هنحطها في الحلقة اللي احنا عملناها، فيها كده. وبعدين هنحط معاها جزء اللولي، وبعدين جزء السلسلة الصغيرة. تمام. نحط جزء اللولي. تمام. بعد كده هنحط القفل. نقفل الحلقة كويس. تمام. يبقى ده الجزء الأولاني. ركبنا احنا كده الجزء الأول 3 أدوار. هنبدأ نركب الجزء التاني الناحية التانية. احنا بدأنا هنا بالسلسلة الكبيرة الألمونيا الكبيرة، هنبدأ الناحية التانية برضو منها، أو نبدأ بيها. تمام. عشان يكون اتجاهها صح. تمام. ادي السلسلة اللي هي الألمونيا الكبيرة. تمام. وبعد كده نحط السلسلة الدور التاني اللي هي الألمونيا اللي فيها اللولي، وبعدين نحط السلسلة الصغيرة احنا حاطينها في السلسلة الألمونيا الكبيرة، وبعدين نحطها في السلسلة الدور التاني، وبعدين نحطها في السلسلة اللي هي الصغيرة. تمام. يبقى احنا كده عملناها في ال3 ادوار معانا. تمام. بالشكل ده. وبعد كده نقفل الزردة معانا. تمام. يبقى احنا كده قفلناها من الناحية التانية. تمام. بقت بالشكل ده. هنبدأ نحط اللعبة اللي هي في الدور الأول، اللي هي في السلسلة الأولانية اللي احنا قصينها أو قطعينها 42 سنتي. نحط فيها اللعبة دي اللي هي المفتاح معاه القفل بتاعه. تمام. ونثبتها في السلسلة الأولانية.
بتبقى بالشكل ده. السلسلة 3 ادوار. ارجو ان هي تكون عجباكم. سلسلة شكلها كويس وطالعة ترند من السلاسل الألمونيا، شكلها قيم وشيك. ده بالنسبة لي الكوليه ال3 دور النهاردة. يا رب يكون عجبكم. وهو بالنسبة لتكاليفه، تكاليفه بسيطة، مش مكلف، لان هو خد قطع من السلاسل ما تكملش المتر. المتر من السلسلة الألمونيا الكبيرة تقريبا عامل 15، احنا خدنا اقل من المتر، يعني 65 سنتي، يعني تقريبا يعني اكتر من نص بحاجات بسيطة. والجزء بتاع اللي هو اللولي برضو يعتبر ب2.5 جنيه او ب3 جنيه لولي بس. هو السلسلة التانية دي تعمل 2 جنيه مثلا، نص متر او ربع متر، ب1.5 جنيه تقريبا. والسلسلة دي برضو تعمل لها جنيه او 1.5 جنيه تقريبا. يعني كلها يعني تكلفتها من 15 ل20 جنيه بالكتير، لو احنا حتى حطينا فيها القلوب الماظ. طبعا هي تكلفتها بالنسبة اللي هي سلسلة ألمونيا متغيرش، تعتبر من أحلى السلاسل الألمونيا وأغلاها. تعتبر هي تكلفتها بسيطة ونقدر إن احنا نعملها. أرجو إن الموديل يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو أتمنى إن انتوا تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.